بسم الله الرحمن الرحيم. آداب طالب الحديث. أدب جاء فقيه. طالب حديث. ينبغي لطالب الحديث لازم ايش طالب حديث يرى إخلاص النية لله عز وجل في طلبه، يعني نيته خالص بك وطيب الحديث يتقرأ، والحذر من التوصل بالأعراض الدنيا كره محافظة بك، يعني شيء كنت رابع بحديث بجبال شيء دنياي، ما جاء في ذلك من الزجر الشديد والتهديد الأكيد في الحقيقة هذا، يعني أو كما سنهات يزجدكي شدتي وتهدكي وتياتي، يعني جزاوي قرانه. وينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة، كان أخوي أخلاق باب أخلاقي قنج وبأدبي قنج، وأن يستفرغ الوسع في التحصيل كلا بس تشي بي فالك، يعني بقوته فالك د دس خصناوي أويدا، يعني هين كناويدا. طالب من الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، خداج بخوزك بتوفيقه يبدا السراستي ويبدا الحد كجرا. وأن يبدأ بالسماع من أرجح الشيوخ بلدي داس بيبكى، يعني أقول الجمع أن باشي شيخي مملكة يخو إسنادا جاجيتش باش يوان راجحت يوان إسنادا وعلما وشهرة ودينا، سنة دا باش من علمي دا باش من مشهور بن دين دار بن. فإذا فرغ من مهمات ما تتشوان أولمي قدان وسماع عواليهم، يعني سند واني عاليجي سعكر يرتحل إلى غير بلد جبر هره ومملكة جدني، كعادة الحفاظ المبرزين وكعادة وان حافظك خياينة ناسكرينة. ليصطل بعالي أسانيد يجبوك إسناد واني عاليجي بكره، وليستفيد من مذاكرته ومجالسته وفوائدهم يوفى استفادة بك شو مذاكرة بوان را، يعني رمشتا بوان را فايدة وان ومقتسمي شيء خاص بوان هن هر إنسان كده جشت بيت شيئا جميع هبن شمون بكره. فقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه شهرا كاملا في حديث واحد. جابر يقول عبد الله الأنصاري شيء بار عبد الله كوري أنيس مهكي بشيات يوشاي بمشيبو شبو حديثكي. وقد جاءت أدلة كثيرة في مشروعة ذلك طبي قال ذيل هذا مشروعته في إشيدا وكثرة أجدي وثوابي وفربنا خيراوي، حتى قال سيدي إبراهيم بن آدم رضي الله عنه سيدي من إبراهيم قوتيه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نبي خدای تعالی بلاش به امت دفعت که به السفرة أصبحي حديثي، يعني فانا بنشن تخيل إنه تكرر إنه أوت. وينبغي لطالب الحديث لازم فقيه حديث يرى برنجي يرى أن يعمل بما سمعه من أحاديث العبادات، عمل بك تشوف ساعات كيش حس عبادات يا حب عبادات قال بيعمل بك، والفضائل فضيلة وسقنجات كن، والآداب أدبا والأخلاق أخلاق وخير ذلك باشقا. فذلك زكاة ما جاء من الحديث وسبب لحفظه، تشتاف زكاة تشوف توبت الحديث أذى أو سبب حفظه، يعني هم زكاة ما دام كنت حين كي زكاة أوك بيعمل بك وقت تبي عمل كده بس هبي كنت أرتش بيانات. فقد كان بشر حافظ رضي الله تعالى عنه يقول بشر دقو يا أصحاب الحديث ويا أخوي حديثي أدوا زكاة الحديث، زكاة حديث بدل من كل 100 حديث خمسة، جهال دسدي بيج يعني وكا زكاة زير يزي كيبشو. وقال عبد بن قيس الملائي وتي إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به، وقت تشجع حتى تجي عمل بك ولو مرة جارك بشي تكن من أهلي تبي جهلي وحديثي. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، وكيع بوتي تخوزي حديثي أزبر كي بيعمل به. وينبغي له تعظيم شيخه جلاء وجيخه أو بك حرمة يبديك، فإنه سبب الانتفاع به بسبب كجي استفادة بك، وأن يعتقد جلالته وبشحانه اعتقاد بك بيسانك مسنة سانكي أو وطيك وريبه، ويتحرى رضاه ويحذر بسخطه، يعني بخازه راضي بك وعاجزناك وخجي محافظة بك وعاجزناك، ولا يجره بالتطويل عليه فردرجناك عليه، ويستشيره في أمور التي تعرض له دون بقاطن سريع خرجان استشارة بيبكي، وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله ما تشيك مشغول باستشارة بك شواب مشغول به، وأن يصبر على جفة شيخك بشيخ سرتبه لسلوي زحمة ياويجي صبر بك سرتياوي. قال أسمعي قلت من لم يتحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. إيكو أو ناكي هل نجرة زلتا علمية قدرك مقدارك أو زلتا شريطة، يعني قال وقت دراوي دا بتشيبون هبا زحمتي هبا دبا بشيخ سرت به زحمتي تشيب فينا ما قالت قاتل مش فيه. ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ، يعني وقت ياخذ أو نكا ضايع نكا بوش نبا تبر جبور جاب قالك أبخينه لمجرد اسم الكثرة وصية صادة جاب أقوى صاخد ديه جبور نافكس بربوني جبور دنجيوي. ولا يستنكف أن يستحي أن يأخذ العلم من هو دونه برا أو نكا
يعني كيم نبينا ياج حيانك علمي يعني استنكاب يعني وقع قرتي نور يعني وقرتي أنك وحيانك أن يأخذ العلم من هو دونه علمي إيك خو بتشوكتر في نسب أو سن يعني نسبوي جد نسبي ده جيب بتشوكتر بقى بس لو جاء أشرافه نجي أشرافه عالم راجي استفادة يا الصلاة يا الخير بها فقد قال مجاهد لا ينال العلم مستحيين ولا مستكبرون ناجي علمي إنسان في حياة كار عيد كنابرسين ويكبرجي مش كبر هناك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت من رق وجهه رق علمه إيك وجهي تنكبة الميوجي تنكبة وقالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها قلت نعم النساء نساء الأنصار يعني وجهي تنكبة يعني هناك شكل مش نبه ببرسة تمام جاء حضرت عائشة جي تحقيق بيرك أنصار قلت يتشبيرك باشكو لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين حياة ومنع نذكر كالدين يخبع علما يعني تحط متعلمين وقال وكان لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ناب النبيل ناب زانا ناب باش زلام حتى ايه سجورا خو نقل بك ياسك وعمن هو مثله ايه وكا خوشي وعمن هو ايه شو خوشي خو كيم ترشي وينبغي لطالب الحديث طالب الحديث أن يتعرف صحة الحديث وحسنه وضعفه يعني فهم كنوري حديث صحيحة حسنة ضعيفة ومعانيه ولغته وإعرابه قال معنيه لغته يعني بعض هواوي زماني عربي إعرابه وأسماء رجاله إسلامي سنده محققا كل ذا قبل تحقيق به معتنية بإتقان مشكله إشكالي هبة يعني أنم بديك حفظا وكتابة هم أزبر بياسي مقدما في ذلك الصحيح على سائر كتب السنة مثلا تيخا بيشيه بخاري مسلم سن كتاب السنن إدنا ولا هم من الأسناد والجوامع وكتب العلل وأن نمليش إسنادا الجوامعات الجوامع تقول يكون تمام يقوني حسيت دهنه قوني إسلامي وكتب العلل كتب علتا والأسماء يكون مثلا نوضع قرتنا وضبط الأسماء مثلا ضبط اسماء كرنا كاتشواتي خواندن وغريب الحديث غريب الحديث ونحو ذلك على غيره نوار قربانا أو بك تقديم كسر غيره مقدمة على غيره بل مقدمة درباس بر هذا الجوري وينبغي أن يذاكر بمحفوظه يعني مثلا محفوظه أنا مذاكرة بكيش مش بلا نكى ويباحث أهل المعرفة يعني وبحسب كديسا بزنايرة يعني أو بكي مذاكرة بكي قال سيدنا علي رضي الله عنه قلت تذاكروا هذا الحديث مذاكرة في حسابكن إلا تفعلوا أجر نكن يدرس وبرزه يعني حرام وقال ابن مسعود رضي الله عنه قلت تذاكروا الحديث حديث مذاكرة بكن فإن حياته مذاكرة صاغمون وجيان حديثه مذاكرة ويه وقال ابن عباس رضي الله عنه وقلت مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة مرس قال مقدارك نفس بين ساعتك مقدارك من العلم مذاكرة بك تشترج من شبك إحياء بك بعبادته وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قلت مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن مذاكرة حديث شنكي حديث القرآن بعلمه تشترج قراءة القرآن شنكي بواتكم مذاكرة بمذاكرة معنوية تعلمه الخطاب رسالة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وتبرباني